المشاريع الصغيرة. الفيديو ده مهم ليكم، ازاي ان احنا نعمل تسعير للمنتجات بتاعتنا. وهنا انا مش بتكلم عن الشمع بس او عن الكونكريت، انا بتكلم على كل اعمال الهاند ميد اللي هي ليها اشكال كتير قوي. ممكن يكون الايبوكسي او الريزن، ممكن يكون الصلصال الحراري، ممكن تكون الحلويات اللي بتتعمل في البيت المنزلية، ممكن تكون الكروشيه، اي نوع من انواع الهاند ميد. ازاي ان انا احسب نسبة الربح بتاعي من المنتجات بتاعتي بطريقة تتناسب مع السوق، وفي نفس الوقت ما تظلمنيش انا كصانع منتجات. في الفيديو ده انا مش هتكلم عن واحد او اتنين، انا هتكلم على 3 طرق للتسعير، 3 طرق لتسعير الشمع. طبعا مش عايزين اي تنمر، انا مش احلى خط في الدنيا بس خطي مفهوم. اول طريقة وهي حساب التكلفة. يعني ايه حساب التكلفة؟ يعني انا بمسك المنتج بتاعي زي المنتج ده وبقول المنتج ده كلفني قد ايه. زي ما انتوا شايفين كلفني مثلا الكوباية، كلفني الفتيل، انا هنا مستخدمة 3 فتيل، كلفني اكيد الزيت العطري الموجود في الشمعة، كلفني كمان الشمع نفسه، واكيد انا هحط هنا ستيكر كده باللوجو بتاعي او هغلف الشمعة، فكل دي تكلفة. هحسب كل التكلفة بتاعتي اللي هستخدمها في الشمعة وايه واحطها. فرضنا مثلا ان هي طلعت هنحط اي رقم مبدئيا بس مثال، فرضنا ان التكلفة بتاعتي طلعت 500 جنيه عشان اعمل الشمعة دي. خلاص، ال 500 دي في منها تكلفة انا مش بتظهر لي، زي مثلا الغاز اللي انا استخدمته عشان اسيح الشمع، زي مثلا توصيل الدليفري اللي هو للكوباية مثلا والشمع والزيت العطري، كل ده دليفري، الغاز، الوقت، المجهود، كل دي تكلفة مش محسوبة في ال 500 دي بس هي موجودة. طيب انا بقى هنا بعمل ايه؟ بعد لما احسب كل التكلفة بتاعتي، بقوم ضربة الرقم ده في رقم في الربح بتاعي او برسنتج الربح. البرسنتج بتبقى كام؟ عادة بتبقى من 0.2 وانت طالع. بحدد على اي اساس، يعني ممكن تبقى 0.2، ممكن تبقى 0.4، ممكن تبقى 0.5. دي هتحدد اللي جاي. اوكي، انا مثلا خطة التسعير عندي ان انا اكتسح السوق، سواء كان السوق ده المصري، الأردني، الإماراتي، السعودي، الليبي، التونسي، الجزائري، السوق المحلي في البلد اللي أنا موجودة فيها. فأنا عشان أعمل خطة التسعير بتاعتي ببقى التارجت بتاعي أو الهدف بتاعي إن أنا أبيع لأكبر عدد ممكن، أبيع لأكبر عدد ممكن. ففي الحالة دي أنا مش بركز في إيه، انا هنا مش هركز في الربح بتاعي، انا بركز ان انا ابيع بسعر قليل جدا، ما يفرقش معايا الربح، بس ان انا اوصل لاكتر عدد من المستخدمين او المشترين. وهنا انا بعمل ايه؟ بعمل تارجتنج او بستهدف كل فئات المجتمع A و B و C. فمثلا هنا هيبقى ال 500 بتاعتي مضروبة في 0.2، هتطلع لي تقريبا نعملها مع بعض سوا. علشان اوصل لكل المجتمع، لكل فئات المجتمع، فانا هنا هبيع الشمعة بس ب 600 جنيه. هل ممكن اقلل عن النسبة دي؟ ممكن اعمل 0.1، فساعتها هتبقى 500 في 0.1 هتبقى 50 جنيه. هزود بس الربح بتاعي يبقى 50 جنيه، فهبيعها ب 550. ليه انا بعمل كده؟ علشان انا هوصل المنتج بتاعي لاكبر عدد يعني من المستهلكين، فانا كده هنتشر. انا الهدف بتاعي من خطة التسعير دي الانتشار. فدي عادة خطة التسعير دي بتقعد من 6 شهور لسنة بس. خلاص، اول ما احقق الانتشار ببتدي بقى ايه، ازود النسبة بتاعتي من ربح. خلاص، يبقى انا دي يبقى طريقة حساب التكلفة اهي، وعلى اساسها بحدد انا هضرب في ايه. طيب دي لو انا عايزة اكتسح السوق زي ما بقول وابيع لاكبر عدد ممكن من المستهلكين. طب انا لو مش عايزة اكتسح السوق، انا عايزة احقق ربح من اول ما ابتدي،
ساعتها هضرب في 0.4 او 0.5. بحدد على اساس ايه؟ بحدد على اساس ان انا هنا بدي للكاستمر اعلى كواليتي، احسن خدمه واعلى كواليتي. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا هزود اللي عندي التغليف، الباكجينج بتاعي هعمله انضف حاجه، هاي كواليتي. اوكي، فهنا انا ببيع المنتج بتاعي كانه هاي اند، احسن حاجه موجوده في السوق، احسن كواليتي من ناحيه التغليف، من ناحيه نوع الشمع، من ناحيه نوع العطر، من ناحيه نوع الفتيل، من ناحيه كل حاجه. انا عايزه كونفي مسج، او ان انا انقل رساله للمستهلك ان ده احسن برودكت، او احسن اسمه ايه، احسن منتج هتوصل له او هتحصل عليه في السوق، هو ده احسن حاجه موجوده. فساعتها بضرب في 0.5 0.6 زي ما انا بقى عايز ايه ازود نسبه الربح. بس برضو زي ما بقول لكم، ده عشان يمشي لازم يبقى الكواليتي بتاعتي تحفه. خلاص كده الطريقتين مفهومين. يعني انا هحسب التكلفة وهضرب في الربح بتاعي، يا اما هضرب في ربح قليل على اساس ان انا اكتسح السوق، يا اما هضرب في ربح كبير على اساس ان انا ادي احسن كواليتي للكاستمرز بتوعي او المشترين من عندي. تمام. تالت طريقة وهي بتبقى على حسب الفاليو. يعني ايه الفاليو؟ يعني القيمة اللي انا بديها للشغل بتاعي. فمثلا في كتير منتجات بتبقى المواد الخام بتاعتها رخيصة، زي مثلا عندنا الكروشيه، هي في الاخر خيوط، وناس كتير هيقولك الكروشيه في الاخر خيوط. زي عندنا مثلا الكونكريت، الكونكريت يا اما بيبقى اسمنت يا اما بيبقى جبس كونكريت. اوكي، فالمادة الخام بتاعته بتبقى رخيصة. ممكن مثلا في الكونكريت او الكروشيه المادة الخام ندي اكزامبل نقول ان هي تبقى 100 جنيه بس، هي دي المادة الخام. بس انا في الكروشيه او الكونكريت ممكن برضو في العطور، لو انا بعمل العطور انا ممكن ان انا احتمالية ان انا اطلع منتج كويس بياخد مني اول حاجة وقت كتير جدا، بياخد مني مجهود رهيب. يعني مثلا الكونكريت عشان اطلع قطعة نظيفة ممكن يكون في عيوب، بيبقى في مشاكل فيها، بتبقى كده محتاجة ان انا اعيدها، ده غير الصنفرة، ده غير اللون اللي هحطه، فممكن تاخد مني وقت رهيب جدا. نفس الكلام في العطور، انا ممكن على اقعد اخلط نسب معينة من العطور عشان في الاخر اطلع برفيوم واحد بس ريحته حلوة وتناسب العملاء بتوعي. فممكن مثلا عشان اطلع برفيوم واحد اخد اسبوع وانا عمال بحاول اخلط البرفانات او العطور مع بعض عشان اطلع حاجة نظيفة. نفس الكلام الكروشيه، انا عشان اعمل شنطة حجمها مثلا متوسط ممكن تاخد مني 10 ساعات مثلا. فكل ده اوكي الاساس رخيص بس الوقت والمجهود عالي، الخدمة او ال الحاجة اللي انا بديها بتاخد مني مجهود ووقت عالي. فهل انا هقوم ضربة ب 0.2 او 0.5 او كده؟ لا، ده يبقى ظلم ليا، لان انا اوريدي قاعدة وقت طويل قوي عشان اطلع حاجة نظيفة. فبعمل ايه في مثل هذا الموقف؟ بعمل دراسة للسوق. يعني ايه دراسة للسوق؟ بشوف المنافسين بيبيعوا بكام، اسعار المنافسين. اوكي، اسعارهم. تمام. بشوف لو لقيت ان هما مثلا بيبيعوا، قول مثلا الشنطة الكروشيه بيبيعوها مثلا ب 300 جنيه، فانا اشوف هل انا فعلا الشنطة دي تستاهل 300 جنيه، بقوم حاطة السعر على اساس المنافسين، بزود عنهم او اقلل حاجة بسيطة على حسب انا عايزة ايه. عايزة ابين ان انا ابيع اكبر عدد ممكن، ولا عايزة ابين ان انا هاي اند. مفهوم؟ فبرضو هنا بتحدد. ولما قارن، انا بقارن مع المنافسين الموجود في السوق المحلي، دي حاجة مهمة جدا. يعني انا ما اروحش اقارن نفسي ببراندات عالمية، انا بقارن بالسوق اللي انا موجود فيه حاليا. يعني انا موجودة في مصر، هقارن نفسي بصناع الكونكريت وصناع الكروشيه والعطور الموجودين في مصر، هزود عنهم شوية واقلل على حسب انا شايفة ايه مناسب، هحط السعر بما يرضيني انا وفي نفس الوقت بما يرضي العميل بتاعي. وفي كل الحالات، في كل الطرق، انا بنصحكم تعملوا دراسة السوق، دي اساسية موجودة. لان انا مثلا ممكن اضرب في رقم عالي جدا، فيكون مثلا الشمعة، اغلى شمعة عندنا في مصر مثلا اكزامبل بتتباع ب 800، هنا بتتباع مثلا ب 800 جنيه، وانا اقول انا عايزه اعملها هاي اند وهبيعها ب 2000 مثلا.
فطبعا زي ما انتوا شايفين ده رقم لما اي كاستمر يسمعه هيبقى بالنسبة له مش منطقي. يعني هي عملت ايه في الشمع عشان توصل لاكتر من ضعف السوق؟ يعني اكيد الناس اللي حاطه السعر 800 ده في السوق اكيد هي كسبانه. فهي عملت ايه عشان توصل للسعر ده؟ فكده ده هيحطني في حته انه محدش هيشتري. فانا برضو لما اعمل الهاي اند برودكت، ان انا ببيع حاجه لكجري او حاجه فخمه جدا او حاجه ما حصلتش في الباكجينج وكواليتي وديزاين حلو، بحط في دماغي برضو ان انا اعمل دراسه للسوق وازود على المارجن ده حاجه بسيطه. يعني ممكن ابيعها مثلا ب1200، دي حاجة اوكي تعدي. بس ان انا اوصل ل2000 لا. نفس الكلام هنا، انا ما ينفعش اقلل على 50 جنيه في المكسب بتاعي، لان انا كده مش ببقى بعمل مشروع مربح، انا كده بعمل خراب بيوت. اوكي، انا مش بصرف على مشروعي، انا عايزة مشروع يصرف عليا. فانا لو عايزه اعمل الاستراتيجي دي، احط في دماغي ان انا عندي الناس هتساعدني. لو ان هو عدد كبير من الاوردرات، اكيد هحتاج ناس تساعدني، اكيد هحتاج مكان علشان احط فيه كل الاوردرات دي. فدي حاجات انا لازم احطها برضو في حسابي. نصيحتي انا ليكم، ما تقللوش على 0.2، يعني خلوا 100 جنيه مكسب، ده حلو قوي. ما تقللوش ل 0.1 وتخلوا نفسكم في خسارة او تكونوا عرضة ان انتوا تخسروا لو حصل اي حاجة لا قدر الله. فدايما حطوا البرسنتج دي، انا شايفاها مناسبة. دي اقل حاجة يعني. في طبعا لو حد بيراعي ربنا وبيعمل احلى منتج في الدنيا ممكن يزود عن كده، بس مبدئيا ما تقللوش. حتى لو هتعملوا فكرة اكتساح السوق، برضو خليكم في 0.2 مناسب جدا. ولو انتوا بتفكروا تبتدوا في مشروع شمع وتعملوا شمع زي ده، في الفيديو ده انصحكم تشوفوه، وهو بيبين لكم ايه اساسيات صناعة الشموع، وايه الحاجات بالظبط اللي بتحتاجوها عشان تطلعوا شمع نظيف وشكله حلو. فانصحكم ان انتوا تشوفوا الفيديو ده بعد ما تخلصوا من الفيديو تفهموا التسعير. ولو احتجتوا اي حاجة او في حاجة مش واضحة في الفيديو ابعتولي، واكيد هرد عليكم في الكومنتس. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.